معظم الناس في سوق المال بتقولك ما تخليش معاك كاش نهائي، وده لأسباب كتير قوي، منها التضخم والقيمة الشرائية اللي بتقل، وإن أنت بالعكس لو أنت ما كنتش مخلي فلوسك كاش وحاططها في استثمارات تانية زي ذهب، عقار، بورصة، أي حاجة، بدل ما كانت قيمة فلوسك عمالة تقل والتضخم عمال ياكلها يوم بعد يوم، أنت كان ممكن على الأقل كمان فلوسك مش كمان بتفضل مكانها، لأ دي ممكن تفضل تزيد وتجيب لك أرباح مستقبلية. لكن للأسف في حاجات كتير قوي ما بيتكلموش عنها، وفي كلام كتير قوي ما بيحكوهوش، وجانب تاني بيخليك لازم يكون معاك كاش، وده احنا هنشرحه في الاربع اسباب اللي جايين دلوقتي. اول سبب هو السفر للخارج، اي بلد بره بلدك، وده علشان اسباب كتير قوي. يعني في نقطة السفر دي لوحدها عشان كذا سبب. اول حاجة، انت ممكن تكون عامل حسابك انك مسافر بالكريدت كارد بتاعتك او الديبت اللي بالدولار، لكن بعد ما تروح هناك تكتشف كذا حاجة. أول حاجة إن أنت الستور اللي أنت ممكن تشتري منه ده ما يبقاش عنده كريدت كارد. البلد اللي أنت رايحها دي ممكن برضو بنسبة كبيرة قوي ما عندهاش الثقافة بتاعة الاي تي ام او الكريدت كارد، والستورز اللي عندها كريدت كارد كتير قوي. فساعتها انت عايز تشتري مثلا من مكان شعبي شوية او من مكان لوكال شوية ما عندوش طبعا كريدت كارد، وانت عايز تشتري الحاجه دي، فضروري جدا يكون معاك كاش. الحاجه اللي بعدها ان ممكن اصلا اما تروح هناك البلد ويبقى فيها برضو الاي تي ام او الكريدت شغال عادي، لكن البنك بتاعك هو اللي فيه مشكله مع البلد دي، او حصل حاجه فيه في السيستم مش عارف برضو تسحب الفلوس، ولا الكارت بتاعك برضو مش عارف يتخصم منه ومش عارف تتصرف ازاي. فضروري ضروري بدل ما تتزنق زنقه وحشه يكون معاك كاش. واخر حاجه في نقطه السفر دي، انت لو حبيت تسافر بلد الفيزا بتاعتها صعبه شويه زي شنجن او امريكا او لا يكن اي حاجه، بيطلبوا منك المعاملات البنكيه لاخر 6 شهور، وضروري يكون فيها كاش كتير قوي، مثلا فوق ال 150 الف جنيه او فوق ال 100 الف جنيه على حسب كل بلد طبعا. علشان كده ضروري تكون سايب كاش عشان يقدروا يتفحصوا من القدره الماليه بتاعتك. انت ما ينفعش تقول لهم لا والله انا معايا عقار، لا والله انا معايا ذهب، لا والله انا معايا كذا. هم ما بيعترفوش للاسف الا بالحساب البنكي، ويشوفوا انت قدرتك الماليه في الحساب البنكي فعلا تغطي تكاليف رحلتك اللي جايه ولا لا. فدي نقطة برضو للناس اللي بتحب السفر، ضروري يكون عندهم الحساب البنكي بتاعهم فيه فلوس كتير تغطي، وفلوس تكون كاش، يعني حتى مش شهادات، لازم تكون كاش سايبة. النقطة التانية بقى، ودي من أكتر النقط الضرورية بالنسبة لي، وهي الكاش باك. أنا لسه فاكر من قريب قوي في عروض البلاك فرايداي، شركة ساندر اللي بقدر استثمر منها عن طريق البورصة عملت عرض حلو قوي، إن أنت أي إيداع هتعمله جوه ساندر بعد يوم 28 نوفمبر هتقدر تاخد عليه كاش باك لحد 5%. يعني لو حطيت 200 ألف جنيه إيداع ممكن تقدر تاخد 10000 جنيه. 10000 جنيه من الهوا، ما عملتش أي حاجة، ما استثمرتش لسه، ما حطيتش فلوسي في أي حاجة، مجرد إن أنا قلت لهم أنا معايا 200 ألف جنيه وحطهم عندكم يا سندر، وادوني الكاش باك بتاعي، وهم يدوني ال 10000 جنيه. ونفس الكلام برضو لو كنت حطيت 100000 أو حطيت 50000 بتاخد ال 5% على أساس المبلغ اللي أنت حطيته. بس ساندر كانت عاملة حد أقصى 200 ألف جنيه تاخد عليهم 10000. 10000 بجد انا ما تعبتش فيهم خالص، وجولي بس مجرد ان انا كان معايا سيوله كافيه، ومجرد ان انا كان عندي كاش زياده. طبعا الموضوع ده بيحصل كتير قوي في كل فين وفين بين شركه والتانيه. ممكن محل مثلا عامل برضو عرض على ان انت ما تشتري حاجه تاخد كاش باك نص ثمن الحاجه اللي انت اشتريتها. بنك تاني برضو لو فتحت حساب فيه يديك كاش باك كتير. الحاجات دي كلها احنا اللي بنستفيد منها، فضروري جدا يكون معاك كاش عشان تقدر تستفيد بالعروض دي، ويبقى معاك فلوس اكتر وتعرف تكتر فلوسك اكتر واكتر. ونيجي بقى لتالت حاجه، وهي الفرص الاستثماريه. دايما لو انت شخص عارف كل حاجه حواليك وعارف اسعار الحاجه كويس قوي وراجل شاطر وفي السوق وعارف كل حاجه تمنها كام وكل حاجه، حتى لو في شغلانتك بس، مش لازم كل حاجه، حاجه في شغلانتك انت بس وعارف سعرها كام، ممكن تجيلك فرص كويسه قوي. زي مثلا واحد هيسافر خلاص بره مصر ومش راجع تاني، وعايز يبيع شقته بخصم مثلا 25% عن كل الشقق اللي حواليه. واحد تاني برضه هيبيع عربيته اقل 100000 جنيه مثلا عن كل العربيات اللي نفس الموديل ده. ساعتها انت لو معاك الكاش عرفت تاخد الفرصه دي وتاخد العربيه دي او الشقه دي، تقدر تشتريها وتستغل الفرصه وترجع تبيعها تاني بالمكسب على مهلك عادي، لان الراجل هو اللي مستعجل لكن انت لا. وصدقني طول ما انت معاك كاش هتلاقي دايما فرص استثماريه زي دي، بس انت تخلي بالك كويس قوي. رقم 4 بقى، وهي اكتر حاجه ضروري تخلي كاش معاك عشانها، يعني لو تطنش كل اللي فات ده لكن تخليك علشان دي،
يبقى معاك كاش عشان السبب ده يبقى يا ريت، وهي ان انت يبقى عندك صندوق طوارئ. انا مش قادر اتخطى ان لو كان في كام مره انا رحت فيها المستشفى في وقت متاخر ولو ما كانش معايا كاش انا ما كنتش عارف انا هعمل ايه، وكم مره حصل مشاكل لناس قريبين مني وبرضو كانت المشاكل دي حصلت بعد الساعه 12 بالليل وما كانش فيه اي حاجه فاتحه، ولا حتى لو عايز حبيت مثلا معايا دهب حبيت ابيعه ما كانش فيه مثلا محل دهب بيقدر يشتري مني دلوقتي علشان اعرف ادفع المشكله اللي انا فيها دي للمستشفى، برضو ما كانش فيه لولا ان انا كان معايا كاش. فدايما بحط معايا كاش للطوارئ، وفعلا بتبقى في مكانها وفعلا بتلحقني في اوقات ازمات كتير قوي. يعني بقعد افكر كده مع نفسي، هو انا لو ما كانش معايا كاش وقت المشكله دي كان ساعتها هيكون ايه الحل؟ وما بلاقيش فعلا اي رد لسؤالي ده غير ان انا كان لازم فعلا يكون معايا كاش. علشان كده في النهايه ضروري يكون معاك كاش، على الاقل ابتدي بان انت يكون معاك مصاريف تغطي 3 شهور لقدام. يعني انت لو بتصرف في الشهر 10000 جنيه خلي معاك 30000 جنيه كاش محطوطين على جنب. بعد كده واحده واحده كبرهم لحد 6 شهور يكون معاك مثلا 60000 جنيه. ده لو انت بتصرف 10000. طبعا لو بتصرف مثلا 20000 يبقى انت برضو اضرب الرقم ده في 3 او في 6 وانت ابدا بالثلاث شهور الاول. بعد كده كبرهم واحده واحده ل6 شهور. خلي الماكسيمم بتاعك ان انت يكون معاك اللي يغطيك سنه قدام، لان صندوق الطوارئ ده برضو مش معمول للمشاكل او المستشفيات او الحاجات اللي بتحصل دي، لا معموله برضو ان انت لو لا قدر الله المصدر الدخل بتاعك اتقطع انت يبقى معاك حاجه تغطيك كذا شهر تانيين لحد ما تلاقي شغلانه تانيه وتقف على رجليك. فضروري يكون معاك صندوق طوارئ حتى لو ما استخدمتوش طول حياتك ان شاء الله، بس فكره ان انت يكون عندك صندوق الطوارئ ده بيريح دماغك وبيخليك مرتاح البال ان انت مش مضطر تضغط نفسك او ان انت عايش شهر بشهره. فده طبعا بيضغطك نفسيا وبيخليك في مرحله نفسيه سيئه جدا. وبس كده، ده كان نهايه الفيديو. اتمنى يكون عجبكم. كل الحاجات اللي انا شرحتها دي كانت بناء على تجربه شخصيه، مفيش حاجه من الحاجات اللي انا قلتها لك عليها دي ضروري فيها كاش انا ما استخدمتهاش بنفسي وحسيت بفايدتها عليا انا شخصيا قبل ما احكيها لك. عشان كده لو استفدت اي استفاده يا ريت تكتب لي كومنت او تدوس لايك تحسسني فعلا ان انت استفدت من الفيديو ده.